السلام عليكم. اهلا بيكم في قناتكم بيت سوبر مامي او بيتنا التاني، وده فيديو جديد. النهارده ان شاء الله الفيديو حلو جدا وظريف قوي وباذن الله هيعجبكم. الفيديو النهارده هنتكلم فيه عن اسرار بستخدمها كل يوم وعمري ما قلتها او جمعتها في فيديو زي كده. ان شاء الله تعجبكم. دي الافكار اللي هي بتساعدكم عشان بتفرق معاكم في البيت وفي المطبخ وفي كل حاجه بتستخدموها في يومكم. يلا بينا نبدا الفيديو على طول ونشوف اول فكره او اول سر بعمله في يومي وبستخدمه تقريبا كل يوم. اول سر هو الصابون بتاع الاطباق. تقدروا ازاي تزودوا الرغوه بتاعته وتخلوه تقيل؟ ان انتوا تضيفوا على الكميه اللي حضراتكم شايفينها دي، دول يعني تقريبا 200 جرام، لان هو 200 مللي سوري، لان الازازه دي 500 فاحنا نقول نصها 200 مللي. ده الصابون العادي وفير اي نوع بتستخدميه. هتضيفي عليه معلقه صغيره من السكر ومعلقه صغيره من الملح. طيب الملح وظيفته ايه؟ بيزود كثافه الصابون بتاع الاطباق، والسكر بيزود الرغوه. طيب في ناس هتقولي الملح بيعمل مشاكل في الايدين. لا خالص، لان دي كميه صغيره قوي، يعني معلقه صغيره جدا. يعني ممكن تكون نص معلقه على فكره من الملح. برضو بصوا شايفين تقل ازاي؟ بصوا اظن التجربه باينه جدا قدامكم. اول ما بتحطوا له الملح بيتقل جدا. تمام. تقدروا بقى تستخدموه في غسيل اطباق. تعالوا شوفوا الرغوه، والسكر ده بيزود الرغوه جدا. طب احنا ليه مش بنضيف الخل؟ الخل بيخلي جزيئات الصابون تتفك وما يبقاش فيه يقتل الرغوه. واحنا من الناس اللي بنحب الاول ما نغسل نلاقي رغوه. تمام. هو مش بيخلي الصابون ما يشتغلش، لا هو بيقتل الرغوه بس بيخففها يعني. طيب في البوله بتاعتنا هنحط شويه من ميه صغيرين، وهنحط يعني قد ربع معلقه من الصابون الاطباق. وبصوا شايفين الرغوه بقى اهو، شفتوا؟ وموضوع الرغوه ده هبقى اكلمكم عليه برضو قبل كده بعد كده في تركايه وسر من اسراري الجديده اللي ان شاء الله هتفرق معاكم في يومياتكم. ان شاء الله كده تقدروا تشوفوا حاجات جديدة في القناة تكون تعجب حضراتكم، وتقدروا تستفادوا منها. معلش المقطع ده واضح ان هو تعادة، انا بعتذر جدا. طيب السر التاني النهاردة معايا اللي بيفرق معايا في يومي جدا، الفرشة. الفرشة دي اي نوع حضراتكم بتحبوه. الفرشة دي كانت بتاعت ايكيا، في منها لالو نجمة ذهبية، في منها ماركات كتير جدا جدا. هي فرشة ناعمة. احنا لما بنيجي نغسل الاطباق يفضل جدا جدا ان احنا ننزل اي حاجة موجودة في الطبق الاول وبعدين نغسله. يعني بنفضل كده ننزل كل اللي موجود في الاطباق وبعدين نغسله. طبعا انا علشان دي اطباق فطار فما كانش فيها حاجة الا عسل، زبدة فول سوداني، حاجات بسيطة. ولكن لو اكل وفيه رز وحاجات زي كده مش بنزله في الحوض، لا بنزله في كيس. تمام. لكن دي عشان كانت اطباق فطار، فبالفرشة كده بننزل كل حاجة وبنبتدي نغسل الاطباق بالطريقه العاديه بتاعتنا. شايفين الطباق بقت نظيفه ازاي؟ عارفين حضراتكم لما يبقى عندكم غساله اطباق فبتعملوا نفس الحركه. تمام. هنا بقى الطبق بيبقى نظيف، الحوض بيبقى نظيف، السبونج بتاعتك بتبقى نظيفه، فما بتعانيش خالص في غسل الاطباق. يعني تخيلي ان انت اطباق الغدا هتجيبي حاجة تحطي فيها. برضه هوريكم تريكة ظريفة جدا انا نسيتها في فيديو النهاردة. وكمان عشان ما يبقاش الفيديو طويل، احنا النهاردة بنتكلم عن 10 اسرار هتفرق جدا في يومك، وهتخلي بيتك انضف وهتخلي الحياة اسهل وتشتغلي بسرعة. والحاجات دي يعني انا بفكر فيها كده واكتبها لكم علشان توفر عليكم الوقت والمجهود. الفكرة رقم 3 هي الزجاجة دي وخل التنظيف. خل التنظيف ده واكلمكم عليه، عايز له فيديو لوحده ان شاء الله، نبقى نعمل له فيديو مستقل. اللي في الزجاجة الصغيرة ده ايه؟ بتاعت بخاخ ايكيا ده او الديسبنسر بتاع ايكيا ده. بريكس. بريكس اللون الروز، اي نوع بريكس. انا حاطة زي ربعه بس بريكس والباقي خل. طيب بنستخدمها في ايه بقى دي؟ بنخفف البريكس بالخل، وبنستخدمها في غسل الحوض. ممكن نغسل بيها البوتاجاز، ممكن نغسل بيها الحيطان. بنعقم وبننظف في ثواني كل حاجة. انا هنا هغسل بيها الحوض مع حضراتكم. خلصتي الاطباق بتاعتك، اهم حاجة اهم حاجة بعد ما تخلصي الاطباق بعد فترة الغداء، بعد فترة الغداء وبعد قبل ما تنامي، يعني في الحالتين. طبعا لو تلاحظوا حضراتكم ان الاسبونج اتغيرت، الاسبونج الموف دي لغسيل الحوض. تمام. ومرة تانية ان شاء الله في ضمن الافكار والفيديوهات اللي زي دي ان شاء الله يعجبكم الفيديو وفكرته تعجبكم، هعمل مع حضراتكم افكار زي دي كتير جدا جدا. خلاص. وهقول لكم اساسيات مهمة قوي ساعات الواحد بيعديها كده وسط اليوميات مش بيقولها لحضراتكم.
طيب الاسبونج الموف دي انا مخصصاها للكلام ده، وهقول لكم برضو ازاي تقدروا تستخدموا كل حاجه بحيث ان ما يبقاش في اختلاط في نقل ميكروبات وحاجات زي كده، لان موضوع المطبخ والتويلت ده من الحاجات المهمه قوي اللي لازم نتعامل معاها بحرص عشان الله يقدر ما تنقلش ميكروبات. غسلنا الحوض بالخلطة اللي قلتها لحضراتكم، اللي هي عبارة عن بريكس زي مثلا ربع الزجاجة بس، يعني لو قلنا ربع كوباية عليها كوباية كاملة من الخل المركز ومفيش مية خالص. انا مجرد ان انا حطيت نقطتين في الحوض وعملتها بالسبونج، وبعد كده لازم اهم حاجة تغسلي حوضك كويس وتنشفيه، علشان تنشيف الاحواض ده من الحاجات اللي هي بتحافظ على نظافة المطبخ وريحته، تمام كده. وما يبقاش يبقى فيه اتفقنا حشرات. على اننا بنغسل حوضنا كل يوم بعد الغداء، وكمان ممكن كمان بعد العشاء. يعني المهم ان انت تسيبي حوضك ناشف ونضيف وبيلمع كده. كتير قوي بيجيلي السؤال انت حوضك بيلمع ازاي؟ والله هو مفيش اي حاجه، يعني على فكره لو غسلتوه بالوفير هيبقى بيلمع، مش محتاج اي حاجه ولا نوعه فارق. هو القصه في المتابعه اليوميه للحاجه اللي احنا بنعملها بس كده والله. شايفين شكله؟ طيب السر اللي بعد كده عدوا انتوا بقى. الخلطه طبعا اللي انا طلبت مني كتير جدا، ان شاء الله هنعمل خلطات. استنوا عليا بس شويه، الجو حر، هنزل اجيب حاجات عشان اعمل الخلطات. فانا بقول لكم عندي، شوفوا الازازه مليانه 4 لتر اهي او 3 لتر. دي خلطه سوبر مامي. هي باختصار لو حد جديد، ربع كوبايه من وفير، عليها ربع كوبايه من ماء الاكسجين، مش بتاع الصبغه، لا بتاع الجروح. عليها ربع كوبايه من الصابون السائل بتاع غسيل الملابس، اي نوع مش اوتوماتيك، عادي، مثلا باهي، اي نوع. تمام. وباقي عليها لتر ميه دافيه. ان شاء الله هنعملها مع بعض، ما تقلقوش خالص. هي سهله جدا، مفيش اسهل منها. وانا هنا بحطها في بخاخه تنظيف يومي. البخاخه كانت مليانه ميه دافيه، وضفت عليها زي ربع كوبايه من خلطه سوبر مامي. تمام كده. خلطه سوبر مامي دي ايه يا جماعه؟ خلطه لتنظيف كل حاجه تتخيلوها في البيت. تنظيف البوتاجاز، الحيطان، الاسطح، الحنفيات، التويلت، اي حاجه في الدنيا عايزه تنضفيها. في قناتنا القديمه كان في ناس بتعمل بيها، بتشيل بيها الشحم وبتشيل بيها اثار الحاجات المتسخه في الملابس. طبعا تقدروا تشيلوا بيها اي دهون في اي مكان، بتركيزها بتشيل الدهون في ثواني. طيب احنا دلوقتي الخطوه اللي احنا بنعملها بعد، الفكره اللي بعد كده، ان احنا بيكون معانا بخاخ خلطة التنظيف اليومي زي ما انا كاتبه عليه كده. طيب ماسورة الغاز اتسألت عليها كتير جدا. بصي يا ستي، ماسورة الغاز دي انتي بتنضفيها تنظيفه حلوه قوي بخلطه سوبر مامي. طيب مخففه لا مركزه لو عندك دهون كتير. تمام كده. بتنضفيها بخلطه سوبر مامي مركزه، وبسبونج تكون ناعمه. اوعي تعمليها بحاجه بسلك او بميه نار او بالحاجات اللي هي اللي بتجيبوها دي، الحاجات السترس والكلام ده، لان ده بيمشي فيها غاز فخطر جدا. واوعوا تلفوها بورق فويل. طيب نحافظ على نظافتها ازاي؟ زي ما حضراتكم كده شايفين. بتبتدوا يوميا بتمسحوها مع البوتاجاز والحيطان اللي حوالين البوتاجاز. وكل 6 شهور انا بعمل لها زي صيانة، بتكون نظيفة طبعا. وببتدي اجيب علبة بوية صغيرة زيت، بوية زيت، تمام، بوية بيضة، واديها وش بياضة ابيض، فبتفضل عندي نظيفة زي الفل. بس هي اصلا معلهاش دهون يا جماعة. بصوا شايفينها اهي، بس الحته اللي فوق دي هتلاقوا فيها زي حته قشرت. فان شاء الله اما ادهنها اهي، هدهنها كمان شهر ولا حاجه اهي. فان شاء الله هبقى ادهنها واوريكم ازاي بدهنها. هنا برضو هنعمل الفراغات اللي في السيراميك دي لان ابتدت تفضى، فبرضو هحاول اعملها معاكم بالاسمنت باذن الله. تمام. هي للاسف بتفضى كده كل فتره، لازم نعملها. طيب احنا هنا عملنا المنطقة اللي هي ورا الحوض ورا سوري البوتاجاز والبوتاجاز نفسه، وعملنا الحطين اللي موجودين في الجانبين. انتي طبعا وانتي من غير ما تاخدي بالك وانتي بتطبخي بتطير بقع دهون، حتى لو مش بتقلي زيت، ولكن بتطير دهون بالشكل اللي حضرتك شايفاه كده، ما تاخديش بالك منها. طيب لو انا كل يوم بعمل الحركة دي بعد الغداء، صدقوني مش هيبقى فيه ولا نقطة دهون في مطبخك. خلاص كده. احنا كنا لسه عاملين التنظيف الشهري في فيديو امبارح، مش عارفه ليه مش جايب مشاهدات، بس ايه يعني ممكن تكونوا انتوا عندكم اجازات وكده. تمام كده. لكن التنظيف الشهري ده من اهم الحاجات اللي انا احب اشاركها مع حضراتكم. اللي احنا بنعمله ده تنظيف يومي. تمام. احنا النهارده بنتكلم على 10 اسرار او 11 سر. شايفين السيراميك بيلمع ازاي؟ كانه مرايه.
ليه؟ لانه يوميا بيتمسح، يوميا بجد مش هزار يعني، يوميا بعد الغدا بيتمسح. هي بتاخدش دقيقتين الحكايه، والبوتاجاز اهو نضف وبقى زي الفل. السر اللي بعد كده في تنظيف اي حاجة عندك عايزة تعقميها وتنظفيها، سواء الميكروويف، القلاية الهوائية، والفرن الكهرباء. الكلام ده يسري على التلاتة. هنجيب بولة زجاج، يعني حاجة تخش الفرن او الميكروويف، وهنعصر فيها عصير ليمونة كاملة، وهندخل كمان معاها شوية من الخل وشوية من المية. هنبتدي ندخلها بالنسبة للميكروويف، هندخلها الميكروويف دي مية يا جماعة عادية خالص من الحنفية، وهضيف شويه من الخل بتاع التنظيف المركز. تمام كده. خل التنظيف بتجيبوه من عند اي حد بيبيع منظفات، تمام، قولوا عايزين خل مركز للتنظيف لاغراض التنظيف. وهغطيه كده وادخلها الميكروويف لمده 3 دقايق. تمام كده. لما بتعملوها لمدة 3 دقايق أو 5 دقايق حسب بقى انت الميكرويف عندك نضيف ولا لا، بتروحي مشغلاه وسايباها. اول ما تخلص الثلاث دقايق سيبي الميكروويف مقفول، فالحراره سوري عصير الليمون مع الخل لما يتبخروا جوه الميكروويف، وانتي قفلتي الميكروويف وسبتيه شويه، هينزلوا لك اي دهون او رواسب سواء كان في الميكروويف او في الفرن. بالنسبه للميكروويف من الجنب، فبرضه خلطه سوبر مامي من الجنبين، وبنمسحه بفوطه بالشكل ده، مش هيبقى فيه اي مشاكل. هو عشان استانلس فساعات بيعمل زي ايه طبع كده من ايدينا، فاهمين قصدي ازاي؟ خاصة ان هو موجود على الرخامة الاساسية اللي انا بحط عليها، بعجن عليها، بعمل عليها، فاهمين الحكاية ايه؟ وهكذا. وهنا برضو الخلطة بتاعت التنظيف اليومي رشيتها على الميكروويف، وابتديت امسحه بالفوطة، وبعد كده هنشفه في فوطة تانية. هتشوفوا دلوقتي هنشفه ازاي تاني. خلاص، دي خلطة سوبر مامي مخففة. تمام كده. قلت لكم الطريقة: ربع كوباية من الوفير، عليها ربع كوباية ماء الأكسجين من الصيدلية بتاع الجروح، عليها ربع كوباية من أي سائل أطباق، سائل ملابس، غسيل ملابس، بتاع ده باهي، أوكسي، اللي بتحبوه. وبعد كده تحطوا عليها لتر مية وتخففوا بقى زي ما انتوا عاوزين. طيب خلاص، احنا خلصنا وسيبنا الميكرويف مقفول زي نص ساعة كده، فالبخار طلع، هينضف لي الميكرويف لوحده من غير ما اجي جنبه. ده الطبق اللي بيكون ميكرويف موجود جوه الميكرويف، خلي بالكوا عليه لان هو طبعا تقيل والله لا يقدر ممكن يتكسر. وادي العلبة. طيب في كمان من ضمن الافكار الحلوة نضيفها، ان انا على طول حاطه الطبق البايركس ده جوه الميكرويف. ده كان مش طبق، ده كان غطا حله بايركس، وللاسف الحله اتكسرت فاضل غطاها بس، فاستخدمته كطبق. وطبعا تقدري تحطي اي طبق عندك بايركس او صينيه كده بايركس. والغطا ده مهم جدا جدا للميكرويف. الغطا ده بتاع ايكيا، مهم جدا علشان يحافظ على حاجتين: اولا نظافه الميكروويف، ثانيا انه يعني مفيش دهون تطلع لبره، ثانيا انه بيحافظ على الاكل ان هو ما يتاثرش من اي حاجه موجوده في الميكروويف، لا اشعاع ولا الكلام ده. هو مفيش حاجه، بس الغطا بيحافظ على الميكروويف نضيف وبيحافظ على الاكل. يعني انتوا لو حطيتوا فيه، سخنتوا فيه اي مواد بروتينيه مثلا لحمه، فراخ، تلاقوها بتفرقع كده. فالغطا ده مهم جدا. هو فيه فتحات على فكره من فوق. ان شاء الله هعمل لكم ريفيو عن انا فاكره هعمل لكم عن القلايه، وهعمل لكم عن الميكروويف وعن الفرن الكهرباء. الفوطه بعد ما غسلت خلاص الميكروويف، الفوطه دي تمام، هبتدي امسح بيها بقى الايه الميكروويف من جوه. احنا مسحناه خلاص من بره بخلطه سوبر مامي ونشفنا، هبتدي امسحه بقى من جوه بالفوطه دي. بلتها بشويه خل مركزين كده وهمسح. طبعا احنا لما شغلناه لمده 3 دقايق، البخار اللي هو طلع بالليمون والخل نضفهولي وعقمهولي جوه. شايفين الميكروويف بتاعي بسم الله ما شاء الله، ده هو كينوود بقاله ممكن 5 سنين. فالمهم، انتي طبعا الاجهزه دلوقتي بقت غاليه جدا، فمن ضمن اسرار نجاحك في البيت ان انتي تحافظي على الاجهزه دي بكفاءه وتكون نظيفه، لان الجهاز لو مش نظيف هيطلع روائح مش مستحبه، لو مش نظيف هتبصي تلاقيه بيجيله بارومه. في كمان تركه مهمه قوي: الميكرويف لما تشغلوه تكونوا مشغلينه فتره مثلا 5 دقايق 6 دقايق ولا حاجه على وصفه ولا حاجه جواه، سيبي الباب مفتوح كده شويه علشان البخار اللي بيطلع لو اتكتب ساعات بيعمل فيه بارومه وصدى. طبعا نرجع نقول اهم حاجه ايه؟ التنشيف. دي فوطه اهي نضيفه قطن 100%. شايفين؟ بقول لكم شايفين انا شفت كل الميكروويف من جوه ومن بره. لازم تحافظي على حاجتك كلها متنشفه. التنشيف ده هو اللي هيحافظ على الاجهزه. هنرجع بقى السير ده اللي بيمشي عليه الطبق،
ونرجع الطبق بعد ما غسلناه ونشفناه كده. الميكرويف بقى نضيف زي الفل. وهنرجع طبعا الطبق بالغطا بتاعه اللي هو موجود عشان لو عايز اسخن اي حاجة في الميكرويف. شايفينه؟ الفكرة اللي بعد كده ازاي نحافظ على الخضرة. الخضرة يعني من الحاجات اللي هي مهمة قوي انك تحافظي عليها. طيب الخضرة دي انا غسلاها ومنشفاها كويس قوي. خلاص غسلتها الاول، غسلتها قبل ما اقطعها، غسلتها كويس جدا ونقعتها في ميه وخل وبعدين وبيكربونات الصوديوم، وبعدين شطفتها حلو قوي وبعدين قطعتها. الاول لا نشفتها على فوطه وبعدين قطعتها وسبتها كمان تنشف شويه وبعدين حطيتها على فوطه وفي علبه. انتوا عارفين الخضره دي بقى لها قد ايه؟ الخضره دي بقى لها تقريبا 9 ايام موجوده زي ما هي في التلاجة. كنت جايبه حزمتين كزبره على حزمتين شبت على حزمتين بقدونس، وباخد منهم في الوصفات في السلطات في اي حاجه، على الجبنه القريش. طبعا علبة تupperware بتحافظ، بس مفيش مشكلة، اي علبة هتفي بالغرض، بس تلتزموا باللي اقول عليه، ان تنشفوا خضار حلو قوي. تحطوا فوطة، دي فوط الخضار اللي عندي يا جماعة، بقول لكم لازم يبقى ناشف. دي فوط الخضار اللي عندي، وان شاء الله هعمل لكم فيديو مستقل عن الفوط وانواعها واستخداماتها. الفيديو ده مهم وانا عارفة ان كتير قوي بتجيلي اسئلة عليه. كده اتعلمنا ازاي نحافظ على الخضار فترة طويلة في التلاجة. الفكرة اللي بعد كده فكرة حلوة جدا، العلب واستخدامها في التنظيم. العلب والمعالق والحاجات. طيب العلب ده ملح ليمون. العلب من اهم الحاجات اللي هي بتنظم لك البيت جدا. وصدقيني لو انت ما عندكيش خالص تقدري تبدأي من الصفر وتجيبي كل اسبوع حاجة من مصروف البيت. من اسبوع مصروف البيت مثلا في الاسبوع 400 جنيه ولا 500 جنيه. انا عايزه اقول لكم الثلاث علب دول انا كنت جايباهم ب10، دلوقتي الثلاث علب دول بقوا ب20. انا لسه شايفاهم، وفي اماكن بتبيعهم ب15. دي علب شفافه كده وليها غطيان، بس انا مش بحافظ عليها على الاكل، لا انا بستخدمها مثلا احط فيها ملح ليمون، احط فيها بيكربونات صوديوم، احط فيها خضار ليمون، شويه ليمون عاديين في التلاجة. لكن مش بحط فيها اكل مطبوخ، لان البلاستيك بتاعها طالما رخيص كده يبقى اكيد مش بلاستيك امن، اكيد يعني طالما سعرها كده. طيب هنا برضو بوريكم العلب ازاي بتساعد على ان احنا يبقى كل حاجة في مكانها نظيفة. دي علبة، العلب دي كانت تركي وبقالها عندي 5 سنين. خلاص كل علبة ليها حاجة. علبة للدقيق دي لوك اند لوك برضو، كانوا من زمان قوي من فتح الله، معرفش لوك اند لوك بيعملهم ولا لا. مش مهم العلبة، المهم انت تنظمي الدولاب بتاعك بحيث ان هو ياخد الحاجات كلها. ودي علبة حاطة فيها الرز البسمتي. فالعلب من اهم الحاجات اللي هي ده السر بقى. رقم شوفوا كام. بالعلب من اهم الحاجات اللي بتحافظ بجد على نظافة البيت وتنظيمه، ودواليبك تبقى زي الفل. وعلى فكرة كمان الدواليب اوضه النوم والحمام وكل شيء عندي ليه منظمات، ان شاء الله نبقى نستعرضها مع بعض في يوم تاني بطرق سهلة وعملية للتنظيم. شايفين العلب دي؟ طيب انا عشان التركه اللي بعد كده عشان تحافظي، او السر اللي بعد كده عشان تحافظي على الحمص والفول والتوابل والدقيق والرز والسوق وكل حاجه، عشان تحافظي عليها من الحر ومن هي يجيلها اي سوس، حطي فيها ورقه لورا. بس ده عايزه اقول لك حاجه، بصوا الكزبره اهي فيها ورقه لورا اهي، شايفين؟ على فكره العلب دي كانت رخيصه جدا، البرطمانات كانوا ب3 ب20 جنيه، دول كليريك كده. وادي بصوا حبة البركة معروف عنها انها بتبوظ بسرعة وبره التلاجة، ولكن ورقة اللورة، وممكن بدل ورقة اللورة تحطوا قرنفل، بس انا الصراحة بحب ورق اللورة اكتر لانه ما بيديش ريحة لاي حاجة، ولكن القرنفل بيدي ريحة شوية للحاجات. عندك فول، عندك حمص، عندك غلة، عندك نشا، عندك مكرونة، عندك رز، اي حاجة عمر ما هيجيلها سوس، ما تقلقيش. الفكرة اللي بعد كده هي في الاستيكرات. الاستيكرات دي كانوا حلوين جدا، كانوا جلد شبه الجلد كده، هم بلاستيك وبتكتبي عليهم، جاي معاهم قلم ابيض. طيب افرضي ان انا ما عنديش، وهنا بقى مثلا بصوا انا عاملاه ده، افرضي انا ما عنديش ده او ما جبتوش، يعني اعمل ايه؟ سهلة جدا، مفيش اسهل منها. دي علبة ملح الليمون زي ما اتفقنا. هنجيب هنجيب وانا بصوا عامله كيس كده، لسه الفكره اللي بعد كده هقولها لكم. حاطه فيه لمه وورق صغير كده مقصقصاه القلم فضه،
هجيب قلم تاني وبكتب عليهم قصقصه ورق كده مقوى شويه، ورق كرتون، وبروح كاتبه عليه اسم الحاجه، واروح لازقاها بالسولوتيب. القلم ده طلع فاضي فهجيب قلم تاني طلع مش شغال، بصوا فضى. برضو القلمه دي من اهم الحاجات اللي موجوده عندي في المطبخ. بقول لكم هنجيب قلم تاني مش مشكله، هجيب بقى ورقه تانية بقلم تاني ونشتغل. بوريكم ان ده بجد حلو وعملي، لان هو بلاستيك. انتوا عارفين ده لما بيتغسل مش بيجراله اي حاجه، ولا الكتابه اللي عليه بتروح من القلم الابيض. انا كنت جايباه من عند ارزاق، يعني مش عارفه هل هو موجود عنده ولا ايه دلوقتي. فاحنا دلوقتي هنبتدي نشوف ازاي هنعمل استيكر نكتب عليه واحنا نعمله لنفسنا. ادي ورقه عاديه خالص هكتب عليها ملح الليمون بقلم برضو فلوماستر اهو، جبت قلم تاني. كتبتي الحاجه فانتي كده عرفتيها. في ناس تقول لي ايه، طب وما هو ده مطبخنا واحنا عارفين. بس عايزه اقول لك حاجه، انتي ممكن علبه حمراء زي دي انا حاطه في اختها بيكربونات الصوديوم فتتلخبطي. طب وليه؟ ما كل حاجه مكتوب عليها حاجاتها وخلاص. البهارات برضو من كترتها بتتلخبطي. بصوا اهو، شايفين السولوتيب اهو، خلاص كتبت ملح ليمون، العلبه بقت جاهزه ومكتوب عليها، وكل علبه عندي موجود فيها معلقه. المعالق دي بتيجي مثلا مع حاجات بنشتريها من بره، انت اشتري مع شويه معالق بلاستيك كده بالجمله اي حاجه. بس المعالق الزرقاء دي الصراحه حلوه، بتيجي ساعات مع الايس كريم والحاجات دي. الفكره بعد كده كيس المناديل عندي اللي عندنا دي بستخدمها كمنظم، بحط فيها ورق، بحط فيها قلم، بحط فيها اكياس، وما بتاخدش مكان ولا ليها حيز ولا ليها اي حاجه، وبشيلها جوه الدرج. افكار كتير ان شاء الله تكون عجبتكم، واسرار كتير جوه الفيديو ان شاء الله تكونوا حضراتكم استفدتم منها واستفدتم من الفيديو بتاع النهارده. اخر حاجه هتكلم عليها هو الخل، وازاي ان الخل التنظيف ده مهم جدا. الخل ده بنشتريه مركز، واحنا ممكن نستخدمه في خلطات، ممكن نستخدمه في تعقيم التويلت، ممكن نستخدمه في تعقيم الحوض، ممكن نستخدمه عليه شويه من بيكربونات الصوديوم في تسليك المواسير بتاعه الحمام او المطبخ او البلوعات بتاعه التويلت او المطبخ. ازاي بيحافظ على نظافة الحاجات. عشان كده بشتري منه كمية، وبملى عبوة كبيرة كده هو خل خام، وانزلها في عبوات صغيرة تبقى في متناول ايدي. تمام كده. فاشتروه لان هو بجد بيوفر، وبيكون يعني كفاءته طبعا مش استخدام اكل ولا حاجة، بيكون خل خاص لاغراض التنظيف. يعني الازازة دي كلها تقريبا 4 لتر، كنت بتاعت بريكس قديمة كنت ملياها ب30 جنيه. تمام. فبجد عملي وحلو جدا، وبينفع قوي في البيت، وما نقدرش نستغنى عنه ابدا في البيت وفي تنظيفات البيت. بكده الاسرار تكون بتاعت النهارده خلصت. ان شاء الله تكون عجبتكم، ويكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تدوسوا على علامة لايك، وفعلوا جرس الاشتراك في القناة عشان يوصلكم الفيديوهات اول ما بنزلها. في انتظار رأيكم في الفيديوهات. سلام عليكم.